السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ولسه مكملين في وصفات العيد. بعد ما عملت معاكم الكحك وبسكويت الزبدة بالكيس الحلواني والبيتي فور الفانيليا والشوكولاتة، النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الغريبة الناعمة بمقادير مظبوطة جدا جدا. هما 3 مقادير فقط لعمل الغريبة الناعمة: 4 كوبايات دقيق جميع الاستخدامات منخولين، وكوبايتين سمنة ساقعة، وكوباية سكر بودر برضو منخول. هفضي السمنة في الطبق واقلب بقى السمنة بمعلقة عشان الينها شوية. بعد كده اجيب المضرب واضرب بقى السمنة دي لغاية لما لونها يفتح. هضيف عليها السكر البودر، بقلب السكر في السمنة عشان لما اضربها بالمضرب ما تبهدليش الدنيا. واضرب بقى لغاية لما الزبدة بالسكر دي ينعم ويبقى زي الكريمة كده، يبقى هش زي الكريمة. وكل شوية اجيب لي اقلب الجناب دي عشان تضرب مع بعض، نضربها مع بعض. هنا قوام السمنة كان بقى زي الكريمة كده. حطيت ذرة ملح على الدقيق وضفت السمنة بالسكر، وهقلب بقى كل ده مع بعض. انا مش هعجن، انا هقلب المقادير في بعض. اقلبها بقى كويس قوي لغاية لما كل المقادير دي تتجانس مع بعضها. عايزاكم بقى تذكروا الله وتصلوا على النبي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ليصلكم كل جديد، وادعموني بلايك. هنا اهو كنت انا بقى ضربتها كلها، قصدي قلبتها كلها لغاية ما نعمت معايا، ولغاية ما المقادير كلها اتجنست مع بعض. وهعمل لها الاختبار اهو، ما شققتش ولا اي حاجة. طب لو قلبناها كده وشققت منك تبقى محتاجة سمنة، هتضربي معلقة واحدة بس سمنة بالمضرب تاني وتضيفيها وتقلبيها مع بعض. هنا انا خدت قطعة عجينة وحطيت عليها معلقة صغيرة كاكاو، وخلطتهم ببعض وعملتها كور صغيرة عشان اشكل بيها من ضمن الزواق. يعني انا جايبة زبيب وسوداني، والعجينة دي هزوق بيها عشان انا ما عنديش خرز، فقلت اعمل الحركة دي. هنا بقى بكورها كده كور صغيرة، واحط بقى زبيبة، احط سودانية، احط العجينة اللي انا عملتها دي بالكاكاو. عندك مكسرات حطي، عندك خرز حطي. يعني التزويق ده حسب الذوق، حسب ذوقك وحسب المتوفر عندك. هنا العجينة كلها ال4 كوبايات عملوا لي صاج وصينية صغيرة. هخبزها بقى في فرن متوسط الحرارة. هفتح الفرن من تحت، والصاج والصينية دول احطهم على الشبكة اللي في النص، واول ما من تحت كده، تحت يعني من تحت الغريبة يدي لون بسيط كده احمر، اقفل عليه واطلعها. مش لازم اللون وشها من بره يعني يتحمر او يدي لون، هو كده بتبقى ابيض.